شحال واعرة كيبرد القلب على حاجة كان هابل عليها. ما يضرك يا اختي غير اللي ضامن محبتك. مي نورمال، خسري وفارقي. المهم نفسيتك، والمهم صحتك، والمهم مورالك. ما ترشيوش رواحكم يا بنات على جال حتى انسان واحد ما يستاهل من غير الوالدين. السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في هذه نوفيل فيديو. شاركت معكم طبق رمضاني بامتياز. يعني راه يظهر امامكم طاجين زيتون ولا مرقه زيتون، يعني كل واحد يعني واش يسميه. اقعدوا معايا لاخر الفيديو. وشاركت معكم كذلك مقلي، يعني احنا في المنطقه تاعنا نقولوا له المقلي. قبل ما نبداو نقول لكم ما تزبيوش، ما تروحوش بعيد، اللي انضموا للقناه مرحبا بكم حبيباتي. ما تنساوش ديروا لنا اشتراك وفعلوا الجرس باش يلحقوكم الاشعارات، وديروا لنا جيم لا فيديو، خليوا لنا تعليق جميل كيما نتوما. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا عندي زوج حبات بصل، عندي زوج سنين ثوم كنت رحيتهم في الاشواغ نتاعي، وعندي الطريفات تاع الدجاج نتاعي. الدجاج حبيباتي الكميه اللي تحبوا ديروها. هنايا كنت سبقت في الدجاج نتاعي، حطيته في شويه زيت مع شويه ملح، رايحه نقليه بيان حتى يعني يطلق البنه نتاعو ويذوب لي، ويعني يتقلب مليح كيما راكم تشوفوا. ومن بعد راح نضيف البصل نتاعي. هنا كنت ضفت البصل تاعي والثوم، راح نغطي عليه ونخليه على نار قليله، يعني نار هاديه حتى يتقلى مليح ويعني يطلق التعسال نتاعو هذاك، باش نزيد لي زيبيس. كملاحظه البنات، انا الزيتون ولادي ما يحبوش، اكتفيت بهذه الكميه فقط. وهاي لكم البطاطا رايحه نقليها. والزيتون نتاعي البنات ما غليته في الماء ما والو، بالعكس عدت نستعمله هكا مباشره. بالعكس المراره هذيك تعطيني يعني بنه في المرق نتاعي، ما يجينيش سامج. هاوليكم البنات، يعني كيما راكم تشوفوا هنايا راه بدا يذبل لي البصل نتاعي. في المرحله هذه كنت ضفت لي زيبيس. نتوما يعني لي زيبيس اختياريه، انا درت راس حانوت ودرت شويه قرفه، درت شويه زعفران او كركم. وطبعا يعني الملح كنت درته في البدايه، درت يعني فلفله وحده، هذاك الفلفل الاحمر القاوج، باش المرق تاعي ما يجينيش سامج، تجيني فيه شويه هذيك الحراره، تجيني فيه شويه هذاك التوزويز، باسكو حنا نحبوا الحار. هنا البنات راني ضفت هذوك حبيبات الزيتون نتاعي، يعني هما اصلا ما همش يعني بزاف باش تجيني المرقه تاعي يعني مره ولا حاجه، يعني ما تخافوش. هنا راح نمرق عليها، راح نغطيها يعني ما من المرق ما تكثروش يعني البنات الماء، جوست ما تغطيو الدجاج نتاعكم فقط، غطيو عليها وخليوها. من بعد ما يطيب لكم الدجاج هذاك حبيباتي، هذاك الساعات نحيو الدجاج تاعكم تقليوه والمرق. يعني كملاحظه تقدروا ديروا مغرف تاع قهوه فارينه في كويس ما يعني، وتصفيوه وتضيفوه للمرق تاعكم، يعني راح تختار معكم لاصوص هذيك. لهنا البنات كيما راكم تشوفوا الدجاج نتاعي راه طاب لي، كنت راني نقلي فيه المرق تاعي كما قلت لكم. كنت درت يعني المقطع راه تحذف لي، درت مغرف تاع قهوه فارينه في شويه ما، فتحتها وصفيتها يعني وكبيتها في لاصوص هذيك، اختارت لي كما راكم تشوفوا. هاي لكم يعني النتيجه النهائيه. الزيتون نتاعي والدجاج كنت رافقته بالبطاطا المقليه كما راه يظهر امامكم يعني، وتزينوه يعني بشويه حشيش او دبشه كما نقولوا لها احنا في المنطقه تاعنا. هاي لكم النتيجه النهائيه، يعني شهيتكم في الجنه حبيباتي. تقدروا تعتمدوه كطبق رمضاني يعني بامتياز، يهني يعني يسلككم يعني من يعني فكره كطبق يعني في يوم من ايام الرمضانيه اللي دخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والهنا. نروحوا مباشره يعني للفكره الثانيه اللي هي مقلي. المقلي البنات كملاحظه، من الأحسن إنكم تستخدموا طماطم الحب هذه اللي تكون فيها الماء، ما تستخدموش طماطم تاع النابة هذيك اللي ما فيهاش الماء، بيسك ما يجيكمش مليح المقلي تاعكم. تحتاجوا فلفل حار، تحتاجوا حبيبات فلفل حلو. رايحين تسبقوا أولا في الفلفل الحار، كنت أنا ثقبته شوية، درت له شويه ملح، راح نقليه. من بعد جيست ما يبدا تتقلى لي القشره تاعو هذيك. هنا هاوليكم الفلفل الحلو هذاك كنت قطعته عشوائيا المربعات صغيره، رايحه نضيفه للفلفل الحار نتاعي. ونغطي عليه ونخليه على نار جد هاديه. هم لكم حبيبات الطماطم رايحه يعني ترحيوهم في الاشواغ فقط حبيباتي. شوفوا الفلفل البنات كيفاش راهو في المرحله هذه، باش تضيفوا هذوك الحبيبات تاع الفلفل الحلو وتغطيو عليه وتخليوه. البنات انا كنت زدت زوز سنينات ثوم، ويعني البنه والسر تاع البنه تاع المقلي
هي يعني في سنينات الثوم هذوك، لكن حذاري ما تحطوش الثوم من التحت باش ما يتحرق لكمش البنات، حطوه كيما هكا الفوق فوق الفلفل وغطيو عليه، راح يذبال ويذوب وما يتحرق لكمش، مش كيما تحطوه في القاع تاع المقله او البرمه اللي راكم تطيبوا فيها، كيما هكاك راح يتحرق لكم الثوم تاعكم يا البنات. هنا كيما راكم تشوفوا راح نقلب عليه شويه ونغطي عليه ونروح، يعني روحوا قضوا قضيتكم، نقصوا عليه كامل يعني وخلوه حتى يذبل معاكم كامل ويطلق هذاك الثوم البنه نتاعو. الله الله على هذاك الفلفل الحار والحلو. لهنا كنت رحيت الطماطم تاعي في الاشواغ البنات، وهاي لكم يعني الفلفل تاعي بعد ما يلحق يعني يذبل لكم كيما هكذا، باش تضيفوا طماطم تاع الحب نتاعكم راح تغطيو عليها مام هي ثاني تخليوها على نار هاديه. من بعد ما يعني تتشرب هذوك السوائل كامل وتلحق للمرحله هذه كيما هكا المقلي تاعكم راه واجد. نتمنى انكم يعني تجربوه البنات وتشاركوني تطبيقاتكم حبيباتي. وهاي لكم النتيجه النهائيه، تقدروا كيما هكا تحطوه في صحن التقديم. نتمنى انه يكون يعني نال اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوه وتذوقوه وتردوا لي الخبر، لاني متاكده انه راح يعجبكم بزاف بزاف حبيباتي. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، ما تنسونيش بجام لا فيديو، والسلام عليكم، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.